الفصل ده بيخلينا نفهم إن الوظيفة مش مجرد مصدر للمال. الوظيفة ممكن تكون مدرسة عملية لتعلم مهارات مهمة جدا عمرك ما هتتعلمها في أي كلية. الأغنياء بيبصوا على الوظيفة كمكان أتعلم فيه أكتر ما هو مكان أقبض منه. طيب لو أنا شاطر في شغلي ومحترف فيه، الأب الغني بيقول إن الشطارة في حاجة واحدة مش كفاية، لازم تكون عندك مرونة وتنوع في المهارات. لازم تبقى فاهم كل حتة في اللعبة علشان تقدر تكون اللاعب الرئيسي فيها. كيوساكي بيشجعنا في الفصل ده إننا نسأل نفسنا، إيه المهارة اللي ناقصاني دلوقتي واللي لو اتعلمتها هتضيف قيمة كبيرة لمستقبلي المالي؟ يمكن تكون مهارة التواصل أو كتابة الإعلانات أو حتى تعلم استخدام برنامج جديد. المهم إنك دايما بتطور من مخزون مهاراتك. الدرس السادس من الأب الغني هو بمثابة استثمار حقيقي في نفسك. اشتغل عشان تتعلم مش عشان تقبض. خلي كل فرصة شغل أو حتى أي مجهود بتعمله في حياتك يضيف لك مهارة جديدة، خبرة قيمة، أو فهم أعمق للدنيا.